بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وصحة وسلامة وسعادة وراحة بال وجبر خاطر. بعود الأيام عليكم بخير وانتم فرحانين وسعدة ومتهنيين ومحققين كل اللي نفسكم فيه. عيد سعيد عليكم وعلينا وعلى العالم كله يا رب، وبعود الأيام علينا بخير دايما زايدين، ما انتوش ناقصين أبدا، ودايما متجمعين في الخير، ودايما بيوتكم مستورة وفيها خيرات لا تحصى ولا تعد. ربنا يرزقكم من حيث لا تدري ولا تحتسبوا، اللهم امين يا رب العالمين. فرشنا المطبخ وظبطناه وكمان مليناه بلالين، لازم يعيد، وكل مكان في المطبخ لازم يعيد. والحمد لله جهزنا ضيافة العيد، اللهم لك الحمد يا رب. حتى لو حاجات بسيطة، ممكن من حاجات بسيطة وبيكون عددها كتير تعمل أجواء حلوة، تعمل فرح، تعمل سعادة. لو هتصرفي شوية، حتى لو انت عايزة تجيبي حاجات كتيرة، طالما بتجيبيها في راحة، في ستر، في عافية، طالما بتجيبي الحاجة دي لفرح، لسعادة، انتوا اللي هتاكلوها وتستمتعوا بيها، او سواء الضيوف عندكم كمان بتبقى فرحة وسعادة. طول ما انت بعيدة عن الدكتور، طول ما انت بعيدة عن الصيدلية والأدوية، او بعيدة عن حزن وهم وغم والحاجات دي، احمدي ربنا كتير قوي. اللهم يا رب اجعلنا من الحامدين الشاكرين. اللهم لك الحمد يا رب، أكرمتني فلك الحمد، سترتني فلك الحمد، رزقتني فلك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب. دايما دايما اعملي ذكريات حلوة، دايما اخلقي يعني اعملي أجواء حلوة في بيتك، ذكريات ليكي ولولادك، زي ما اتفقنا نعمل حاجات حلوة عشان لما نكبر وولادنا يكبروا نرجع الذكريات دي تاني ونفضل نحكي ونكون مبسوطين وفرحانين. العيد بيبقى له أجواء حلوة، وبنحب نعمل يوم الوقفة كده سهرة حلوة، وكمان أيام العيد كل يوم نعمل كده التسالي ونرص الحاجات الحلوة. طبعا كل الحاجات دي كده جايباها من المقلة، بتجيبي حسب ما انت عايزة، اي حاجة ب10 ب20 من كل صنف، تجيبي ب30 من كل صنف على حسب ما انت عايزة، والكميات والانواع اللي انتوا بتحبوها. حتى لو هروح اجيب كده تشكيلة من كل حاجة ب20 المهم اللي انت تجيبي وتفرحي ولادك، وكمان بيتك يكون فيه كل حاجة. حتى لو هتجيبي من كل حاجة ربع كيلو، هتجيبي من الحاجة ب20 ب15، على قد ما تقدري. المهم ان ولادك يكونوا مبسوطين فرحانين، عينيهم مليانة، مش يبصوا لحد. طبعا في الأيام دي وفي الأجواء بتاعة العيد كلنا بنجيب، وفي ناس كتيرة قوي بتجيب أصناف كتيرة وأنواع غالية. احنا بنقول خير الأمور الوسط، المهم ان احنا نفرح بيتنا وولادنا، وكمان انتي تفرحي. انتي لو فرحتي واتبسطتي صدقيني هتفرحي البيت كله. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتوا شفتوا كده جبنا التسالي من المقلاة، وكمان تشكيلة كده من الشوكولاتات برضو على قدك، على حسب برضو الانواع اللي موجودة والانواع اللي بتحبيها. بس نصيحة مني مش تسترخصي، لان الانواع الرخيصة ما تتاكلش خالص، انت بتاكلي في حاجة كده مزيتة وكلها سكر في بقك، فالفلوس يعتبر هترميها على الارض. بدل ما تجيبي منها كيلو، هاتي من النوع النظيف نص كيلو بس، تاكلي حاجة كويسة انتي وولادك. تمام. البسكوت والكعك حسب بقى ما انتوا عملتوا في البيت او اشتريتوا جاهز زي حالاتي كده. ومفيش تقصير ابدا في العبادات بتاعتنا، كان كل تركيزنا بيتنا وولادنا، وكمان العبادات بتاعتنا صلاة وقراءة قرآن، وكان كده الواحد بيحب ياخد خلوة مع نفسه كده. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. فما فيش مشكلة ان انتي تشتريها من بره، برضو تجيبي حاجة في المعقول، لا تسترخصي قوي ولا تجيبي الحاجة غالية قوي. تمام. لو هتجيبي من كل حاجة كيلو، المهم ان انتي تفرحي ولادك وما تخليش في نفسهم حاجة، وكمان انتي تفرحي ويكون بيتك مستور كده، وكمان تضيفي الضيوف اللي يجولك. الواحد بيكون مبسوط وفرحان قوي قوي قوي. اي حد يجيله بيبقى عايز يطلع احسن ما عنده، عايز يطلع كل حاجة حلوة، وزي ما بنقول كده بنبقى طايرين كده وعايزين نشيله من على الارض شيل. الرسول وصانا ان احنا دايما نكرم ضيوفنا، لان طبعا الضيف لما بيجيلك وبتكرميه بتاخدي اجر وثواب وحسنات، وهو خارج من بيتك بياخد اي حاجة وحشة معاه. اكرام الضيف ربنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بيها، فعلى قد ما تقدروا اكرموا الضيوف بتاعتكم. وكمان بلاش ان انتوا تهتموا قوي موضوع ان انا الكوبايات والاطباق والاكل والفاكهة والعصير يبقى للضيوف واحنا لا. لا، اتعاملي انتي
واهل بيتك انت دايما عامليهم ان هم ضيوف عندك، قدمي لهم في اغلى واحسن اطباق عندك، قدمي لهم في اغلى وافخم كوبايه عندك، خصوصا في المناسبات اللي زي كده. اللي هيشرب او هياكل في الحاجة دي مش اغلى مننا ولا احسن مننا، بل بالعكس. انت دايما كده في كل فترة والتانية تطلعي طقم اطباق حلو، تطلعي طقم كوبايات حلو وتشربوا وتاكلوا فيه. تجيبي كده حاجات برضو زي كده، تسالي ومقرمشات، تجيبي حلويات تشكيلة برضو وتعملي كده، حتى لو مش لازم كل اسبوع، حتى لو كل اسبوعين، لو كل شهر يا ستي. لما بتكونوا قابضين كده وربنا ميسرها، اللهم لك الحمد، هو كده كده ربنا ميسرها لنا على طول. بس نحاول ان احنا يكون كده في يوم فري، يومين، حاجات حلوة كده ترفيهية وكمان مفرحة وكمان تكون اجواء حلوة. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده بدأنا ان احنا نرتب ونرص الحاجة زي ما انتوا شايفين، كلكم طبعا ما شاء الله ولا قوة الا بالله، ستات شاطرين وممتازين، وعليكم كده افكار حلوة قوي قوي قوي. احنا بنشجع بعض وكمان بنفيد ونستفيد، انتوا بتعلموني وانا بعلمكم، وكمان بندي بعض كده جرعة من الحماس والنشاط، ان احنا يبقى فيه طاقة ايجابية وكلنا نعلم بعض ونستفيد من بعض. اجواء حلوة، حاجات حلوة عشان ولادنا كمان، يعني ولو خصوصا عندك بنات يتعودوا منك ويتعلموا منك العادات دي. بعد كده لما يبقوا ستات بيوت يبقوا يقدروا ان هم يديروا بيتهم صح، يكون عندهم كده التزامات، وفي فرق بين الايام، مش الايام كلها شكل بعض. يعني رمضان زي العيد زي ايام عادية زي كله، لا، لازم يكون في فرق. ايام تكون في ايام مميزة قوي ولازم نميزها فعلا. وزي ما قلت لكم طول ما احنا في بيتنا، الحمد والشكر لك يا رب، سلام، بعيد عن مستشفيات، بعيد عن اي حاجة وحشة. طول ما قرايبنا وحبايبنا وجيراننا بخير احنا بنكون بخير. اللهم لك الحمد يا رب. اللهم لك الحمد. ربنا يديم علينا دايما الستر والصحة وراحة البال وجبر الخاطر، ويرزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا علب اللي انا بقدم فيها او المنظمات او تقديم الحلويات دي ما جبتهاش مرة واحدة، وكلكم عارفين والناس اللي معايا من زمان عارفين كده. كان كل سنة بجيب العلبة دي جبتها مرة. عمود التقديم اللي انتوا شفتوه البلاستيك ده كنت جايباه برضو مرة في سنة. والعلبة اللي هي الإسلامية دي اللي هي الفضة دي برضو جبتها في سنة. فكل مرة كنت بجيب حاجة لعندي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بقى عندي كذا حاجة. هو السنة دي فعلا ان انا ما جبتش، يعني خلاص قلت اللي عندي يمشي طبعا، ما توفرش، او مثلا قلت اللي عندي يمشي فاجيب حاجة تانية. فما فيش اي مشكلة خالص، عادي طالما حاجة عندنا حلوة ومحافظين عليها. انا الحاجات دي بقدمها في العيد، وبعد كده بشيلها في العلب بتاعتها وبشيلها، تبقى يعني اكنها جديدة لنج. طبعا ما بتزودي الحاجة بتزيد عندك غير لما يكون في اهمال، والحاجة تتكسر او تتشال يعني او تتساب كده شمال ويمين، فتبدأ تتهدر معاكي. تمام كده. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا كل حاجة بحطها في علب بغطا، عشان طبعا الحاجة دي مش بتتاكل كلها مرة واحدة، وكمان تبقى بعيد التراب بعيد الهواء، تقدميها في اي وقت لضيوفك. العلب ترصيها زي كده عندك على رخامة المطبخ او على ترابيزة الضيافة. هنرصها برضو مع بعض ان شاء الله بإذن الله صبحية العيد، وهصور لكم كل الاجواء الحلوة اللي انتوا بتحبوها وانا كمان بحبها. ربنا ما يقطع علينا عادة ابدا 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 يا رب. علبة البسكوت من دي ب25 جنيه العلبة دي، والعلبة الكبيرة التانية ب50. فطبعا بنحطها زيادة تكملة، يعني أجواء حلوة وتفرح الولاد، مع الشوكولاتات والبسكوتات والحاجات اللي احنا جبناها. تمام كده. يعني يبقى كل حاجة موجودة، كل حاجة متوفرة، بنحاول على قد ما نقدر تبقى زي ما اتفقنا كده، الأجواء نفسها تكون حلوة. وكمان حمصنا سوداني وهنحط بقى سوداني والبسكوتات، وكمان ملينا التمرية بلح. اللهم صل على سيدنا محمد. وهنا اللب بقى ومقرمشات، والسوداني اللي هو الحلو وكمان الحادق مع التوفي، وكمان شوية كده من الحلوى. اللهم صل على سيدنا محمد. وهنا شكلنا كده بسكوت وبتيفور وكمان كعك وكمان اللهم صل على سيدنا محمد تشكيلة كده من الحاجات اللي في الأفران. اللهم صل على سيدنا محمد. وهنا حطيت بقى في العمود ده الفاكهة، أي نوع فاكهة انت تجيبيها وتحبيها، مفيش اي مشكلة خالص. يعتبر دول ارخص نوعين بقى، الموز والبرتقال.
مش رخيص برضه، الموز ب35 وكمان البرتقان ب12.5، يعني لحدٍ ما كده أحسن برضه التفاح والجوافة والحاجات الغالية دي. الترمس برضه باطلّعه ساعة التقديم بس في وقته يعني. باقول لكم إن أنا باحبكم وربنا يديمكم في حياتي نعمة، وعيدكم يا رب سعيد وفرحانين، وربنا يبلّغكم صحة وأحسن حال في صُحبة وجنب كده كل اللي تحبوهم وقريبين منكم. اللهم لك الحمد، تمت المهمة بنجاح والمطبخ اتلمّع واتضبّط، وخلاص كده ياكلوا أي حاجة، والمطبخ ده مقفول لمدة 3، 4 أيام لحد لمّا ناخد هُدنة ونَفَس كده تعبنا، وربنا يجعل تعبنا في ميزان حسناتنا. اللهم لك الحمد يا رب، رتّبنا الدنيا والدنيا بقت تمام، والبالونات والمفارش في كل مكان وضبّطنا الدنيا. اللهم لك الحمد يا رب. لو ما قدرتيش تعملي تنضيفات عميقة، الحمد لله أنتِ عملتِ برضه وفرّحتِ بيتِك ونضّفتِ الدنيا ورتّبتيها، لإن الواحد بيفرح بيكون سعيد. وسبحان الله، ترتيب البيت ونضافته والأجواء دي بتاعة العيد غير أيام السنة كلّها. طول السنة وإحنا بننضّف وبنرتّب وبنمسح وبنعمل تنضيفات عميقة وروتينات وحاجات كتيرة، بس سبحان الله تنضيفة العيد وترتيبة العيد غير خالص. بتبقى كل حاجة بتلمع، كل حاجة منورة، كل حاجة نضيفة، وفرحتنا بنكون تعبانين ومنهكين من التعب، بس لأ، الواحد بينسى التعب ده والمجهود والإرهاق أول ما بيبص كده على نتيجة الشغل والترتيب بتاعه. الدنيا نضيفة، الدنيا حلوة، يعني حاجات حلوة ومفرحة. ليه ما نفرحش؟ ليه ما نفرحش نفسنا وننسى الهم والغم وننسى أي حاجة، ونشحن نفسنا بالطاقة الإيجابية والفرح والسعادة؟ اتلككوا عشان تفرحوا، اتلككوا عشان تكونوا مبسوطين وفرحانين وسعداء ومتهنيين. فرحوا ولادكم، فرحوا بيوتكم، جيرانكم واصحابكم ومعارفكم، أي حد تعرفوه سلموا عليه وعيدوا عليه. ربنا يبلغكم العيد أعواما عديدة يا رب. أحبكم في الله، ومع